تفتكر انت اتنصب عليك ولا انت اللي اخترت يضحك عليك؟ غالبا الحلقة دي مش هتبقى هايلي ايديتد، فمشي الدنيا. حلقة النهاردة عن كوريجي الخايف. انا ما بقولش عليه كوريجي الجبان لان انا حاسس ان هو تقليل من شأن كوريجي، لان الجبان دايما بيهرب من المواجهة، بس كوريجي بيكمل وهو خايف. وده تعريف الشجاعة، انك تكمل طريقك وانت خايف. مش عارف ليه لما كبرت وبشوف الحاجة القديمة بحس ان في رسالة عايزة توصل. لما بتكبر بتشوف الحاجة بعين تانية. والله ساعات بسأل نفسي، هو كرتون كوريجي عن ايه بالظبط؟ هل هو كرتون للأطفال ولا للكبار ولا للاتنين؟ كوريجي ممكن يعلم الطفل ان هو ما يخافش ان هو يواجه، بس في نفس الوقت بيعلم الكبير اكتر واكتر. وهنناقش حلقة جميلة لكوريجي، ومن حلاوتها غالبا وبنسبة كبيرة هي هترفع لك ضغطك. الحلقة اسمها مزيج من الارهاب. احنا عندنا في الحلقة دي شخصيتين، يوستس والمحتلين الاذكياء. بس خلينا نبتدي بيوستس. كلنا عارفين يوستس قد ايه هو شخص كسول، وقد ايه هو شخص الى حد ما سيء، وكل اللي بيعمله ان هو يشتم كوريجي ويحكم عليه. هو مش فاضي غير للحاجتين دول، ان هو يحكم ويشتم. تبقى الراجل مسن بيشوفوا اي شاب او شاب عموما بتفكر بطريقة مختلفة او حققوا حاجة في حياتهم، فالاحكام بتبتدي تتقال. كم مرة سمعنا كلمة انتوا جيل زبالة؟ فاكر؟ اكيد فاكر. بداية الحلقة ان يوسس بيتفرج على شاب بيروج لاعلان على التلفزيون. شاب حقق طموحه ومعاه فلوس، بس الشخص ده الى حد ما بيبيع الوهم، وبيقول في اعلانه ان السر للفلوس هو انك تديني فلوس، ومتصور ومعاه عربيات وعقارات الى اخره. وبيحكي قصته على قد ما هي ساذجة بس بيحكيها. بيقول ان هو من 3 أسابيع ما كانش معاه اي حاجة، suddenly out of nowhere بقى معاه كل حاجة. ويستس بيقول ان المليونيرز دول اغبياء، الفلوس بتقع على حجرهم. بعديها بتحصل حاجة غريبة، ان في دولار بيقع على رجل يوستس، فبيحاول يمسكها، الفلوس بتهرب منه، بيقعد يجري ويجري وراها وبيتعصب. بعديها المقطع بيتقطع لميوريال وهي بتحكي قصة لكوريجي، قصص الرعب وكده. غالبا دي من احسن الحاجات اللي ممكن تعيشها في حياتك، ان تقعد مع حد كبير ويحكي لك قصص ايا كانت بقى هي ايه. وبعدها بنسمع صريخ يوستس، وميوريال وكوريج بيدوروا عليه مش بيلاقوه، لحد ما بيظهر المحتلين الاذكياء. بيضربوا كوريج وبيسرقوا الكرسي والتلفزيون وميوريال ذات نفسها، وبيربطوا كوريج في الشجرة. بس كوريج عشان هو كوريج بيشيل الشجر على ظهره، بس بيعمل حاجة غريبة قوي، حاجة انا حتى الان مش فاهم ليه بتحصل. كوريج بدل ما يروح ينقذ ميوريال اللي هي بتحبه، اولا لان لازم يبقى فيه بايوريتيز، بيسمع صوت يوستس وبيروح ينقذ يوستس. بس ليه؟ يعني ليه احنا بنساعد الشخص اللي بيأذينا؟ حتى الان انا مش لاقي اجابة على السؤال ده، فلو لقيت فدني اكون شاكر ليك. ما علينا. احنا بنلاقي يوستس قاعد على حافة صغيرة جدا وهو وصل للدولار بتاعه، بس هو بيشتم كوريجي كالعادة وقاعد بيشتكي حد ينقذني، لحد ما كوريجي فعلا بينقذه. بس بعدها يوستس بيوقع كوريجي بإرادته. وده بيرجعنا لنفس السؤال، ليه احنا بنساعد الشخص اللي بيأذينا؟ بعدها يوستس بيلاقي ان في بوستر عليه صورة المحتلين الاذكياء دول، وعليهم مبلغ وقدره، فبيقرر ان هو يروح ياخدهم عشان يسلمهم. فبيروح كوريج هو ويوستس للكهف اللي هم فيه، وبنشوف من عين كوريج حاجة غريبة جدا، ان المحتلين سارقين كل حاجة بتاعت ميوريال ومقعدينها كمان هناك. انت متخيل حد سرقك ويقعدك عنده بالحاجة اللي هو واخدها وضع يد منك وتكون ممتن ليه كمان؟ يا اخي لدرجة ان الفشار اللي ميوريال عاملاه بتعزم عليهم بيه. ولما بيشوفوا كوريج اللي هو عايز يرجع حق ميوريال والحاجة المسروقة بيتعصبوا جدا. حاجة غريبة قوي، لحد ما ميوريال بتقول لهم لا ما تعملوش حاجة، ده كوريج ده من العيلة. ودي حاجة غريبة اكتر، ازاي حد يكون واخد حقك وتدافع عنه؟ غالبا الطيبة الزايدة دي نوع من السذاجة. الكبير بيضحك عليه بسهولة، والشاب المقاوم اللي بيحاول يساعد اهله بيضطر ان هو يقعد ساكت بحجة الأخلاق، لأنه مرضاش يزعل ميوريال. وده بيودينا لسؤال تاني أنا مش عارف إجابته، إزاي الأخلاق تمنعك من إن أنت تعمل حاجة صح؟ سؤال غريب، لو لقيت له إجابة أكون ممتن ليه. بعديها كوريج بيضطر يقعد معاهم، وبتحصل حاجة كارثية في الفشار اللي هم بياكلوه، الفشار اللي ميوريال بتعزم عليهم بيه، الفشار اللي ميوريال اللي عاملاه. بياكلوا الطبق كله ومش بيسيبوا الكوريج أي حاجة.
الطبق بيفضى. لا وكمان بيضحكوا على كوريدج، يعني بيستغلوا ضعف ميوريال ضد كوريدج. بعديها بيظهر يوستس وبيقبض عليهم، بس وهو ماشي بيتشتت وبيلاقي نفس الدولار على الارض اللي كان بيدور عليه. وبتحصل حاجه غريبه تاني، ان كوريدج في الاخر بينقذهم، ودي مشكله. يعني الحلقة كلها مليانة مشاكل. مشكلة تانية أنا مش لاقي لها حل، ليه كوريدج أنقذهم وهم غلط؟ وبالمناسبة مش معنى إن هم أظهروا الامتنان لكوريدج ده معناه إن هم مش أنانيين، لا. وبعدها في الآخر هم بيقبضوا على يوستس بعد ما يشبعوه علقة موت بيشغلوه عندهم. لا وكمان لو مش واخد بالك إن الكرسي والتلفزيون اللي اتسرقوا، لا وكمان العربية لسه موجودة معاهم. الحلقة دي متروسة كمية مشاكل لدرجة ان انت مش عارف تبتدي منين. مبدئيا المشكلة مش في المحتلين الأذكياء، المشكلة في ان يوستس كان عايز الطريق السهل. يوستس طماع جدا وبيهرب من اي نوع من الجهد، عايز كل حاجة على الجاهز وسهولة. والراكونز اللي هم المحتلين الأذكياء بيستغلوا الضعف بطريقة فظيعة. المحتال مش لطيف، هو ذكي في استغلال رغبتك، بيخليك فعلا مقتنع ان هو المنقذ او الصح، لدرجة ان انت هتبجله كمان. انت متخيل ان المحتال يخليك تديله الحاجة willingly بإرادتك؟ وكوريدج حتى الآن برضو مش فاهم هو عمل كده ليه، لأن احنا متعودين ان كوريدج بيعمل الصح رغما عن الخوف. بس ممكن أفهم بقى يعني ايه الصح؟ هل كان من الصح او الصواب ان هو ينقذ يوستس الأول، ينقذ حد بيأذيه وداس عليه بعد ما أنقذه؟ وهل كان من الصح ان هو يقعد مكتوف الايادي عشان ميوريال قالت له لا ما تعملش كده، وقعد وشارك اعدائه اللي هم ما شاركوش باي حاجه، وياخدوا الفشار بتاعه اللي هو اصله بتاع ميوريال ويدوا له الطبق فاضي؟ وهل كان من الصح ان كوريدج ينقذهم بعد ما يوستس قبض عليهم؟ لا وفرح معاهم اول لما اظهروا له امتنان. وهل كان من الصح ان كوريدج يسيب حقه، لا سيما ان الكرسي والتلفزيون والعربيه مش موجودين، هما لسه مع الراكونز؟ غالبا الحاجة اللي ممكن تستفاد منها في الحلقة دي ان هي محاكاة للواقع مش اكتر. كوريدج يعني انا ممكن اكون شبهته في الاول كالشاب لكنه صغير ما يعرفش ايه حقه، وميوريال مستغنية عن حقها من الاساس. لا ويوستس بيرفض اي حل فيه جهد، لا وكمان شايف ان هو يستحق رغم انه ما عملش اي حاجة اصلا. يوستس مش ضحية للراكونز، يوستس محتاج الراكونز لانهم بيدوله الوهم اللي هو عايزه، فلوس من غير تعب. فهو بيغض النظر عن اي علامة خطر، وده اللي بيخليه فريسة سهلة. لا وكمان بيدور على الحل السهل، على الايزي ماني، وده ما بيحصلش الا نادرا جدا يعني. بس هل ده معناه ان احنا نبقى زي يوستس قاعدين ما بنعملش اي حاجة ومستنيين الفرصة تجيلنا؟ طيب كده احنا اتكلمنا في ال3 حالات، بس فاضل حالة اخيرة اللي هو انت. ايوه انت، امال انا بكلم مين؟ انت ملزم ان انت تعرف حقك، وملزم ان انت تدافع عنه بكل قوتك، لانك لو معرفتش اللي ليك واللي عليك هيضحك عليك.